أكيد سمعت عن الهيموجلوبين أو الحديد، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء. وظيفته إنه ينقل الأكسجين من الرئة لخلايا الجسم، وياخد ثاني أكسيد الكربون من الخلايا للرئة عشان تتخلص منه. وطبعا البروتين بيتكون من مجموعة من الأكواد. تفتكر بقى إيه اللي ممكن يحصل لو غيرنا حرف واحد بس من كود البروتين ده؟ كرات الدم الحمراء هتتحول من شكلها الدائري المقعر اللي بيديها المرونة في الحركة للشكل الهلالي أو المنجلي، واللي هيقلل مرونة الخلايا ويخليها تلزق في جدار الأوعية، واللي ممكن يسد مجرى الدم، واللي بدوره هيسبب ألم شديد وتلف للأعضاء. وهي دي حالة السيكل سيل أنيميا أو فقر الدم المنجلي، وهو مرض وراثي عادة بيكتشف في مرحلة الطفولة المبكرة أو حتى عند الولادة من خلال فحوصات معينة. على الرغم إن مفيش علاج نهائي للمرض ده، ولكن في علاجات بتساعد في تخفيف الأعراض، وكمان زرع النخاع بيحسن في الحالة دي. قول لنا بقى، كنت تعرف إيه هو فقر الدم المنجلي ولا لأ؟